النهاردة احنا بنتكلم عن واحدة من أهم المسابقات اللي أنا شايفاها ليها صلة جدا بأرض الواقع، وليها صلة بالكتاب الحاليين سواء إذا كانوا محترفين أو غير محترفين. وأنا شخصيا بعتبرها من أهم المسابقات اللي أجريت حاليا، لأنها امتداد لأول مسابقة احنا في جيلنا نعرفها أو نسمع عنها، وهي مسابقة المؤسسة العربية الحديثة روايات مصرية للجيب، اللي أطلقت سنة 1984 واكتشف فيها الأستاذ حمدي مصطفى اتنين من أهم الكتاب اللي احنا تربينا على أساميهم، وهما دكتور أحمد خالد توفيق والدكتور نبيل فاروق. من خلال المسابقة دي تم إنتاج عدد كبير جدا من السلاسل اللي احنا تربينا عليها، اللي غيرت شكل القراءة حاليا، وبقينا دايما بنفكر هل ممكن ان احنا نعيد التجربة تاني؟ هل هيكون في دكتور نبيل فاروق تاني، دكتور أحمد خالد توفيق تاني، أستاذ خالد الصفتي تاني، وهكذا. من خلال مشاركتي في لجنة تحكيم فرع الرواية لاحظت وانبهرت بمستوى المتقدمين، والمتقدمين ما كانوش بس من مصر زي ما أنا كنت متوقعة، لكن من كل أنحاء الوطن العربي. كمان المشاركات اللي كانت من الوطن العربي كانت مميزة جدا، ليها بصمة مميزة جدا لكل بلد من البلاد اللي شاركت في المسابقة دي. الحقيقة احنا كنا محتارين جدا هنقبل ايه وهنرفض ايه. حاولنا ان احنا نختار قائمة طويلة، لكن طول الوقت احنا كنا زعلانين لان فعلا في كتاب يستاهلوا جدا ان هم يطلعوا للنور. وكانت من اهم توصيات لجنة القراءة إن بعض الأعمال اللي ما فازتش في القائمة الطويلة أو القصيرة تاخد بعض المعاملة الخاصة، سواء إذا كانت تصدر على هيئة سلاسل لأن هي مكتوبة بقماشة أدبية تصلح جدا للسلاسل، وده مكسب مهم جدا إن احنا نحاول نلاقي دكتور نبيل تاني ودكتور أحمد خالد توفيق تاني، أو إذا كانت روايات مستقلة لكن ما قدرتش تنافس لسبب أو لآخر في الوصول للقوائم الطويلة أو القصيرة.